اول ناس باعوا حسام حسن هو الاهلي وجماهيره، مع اول خساره واصابه امام عاشور ولاعيبه الاهلي لعبت الماتش الودي بتاع كرواتيا. كل جماهير الاهلي دلوقتي قلبين على حسام حسن، وانت بتفضل المنتخب على الاهلي وما انتش بتدور على مصلحه الاهلي، وطبيعي ان هم يقفوا ضدك، هم عندهم مصلحتهم اهم الاهلي، وانت رحت رديتهم وجاملتهم وجبت اللعيبه بتاعتهم، مع ان في ناس كتيره جدا فيهم ما يستحقوش ينضموا للمنتخب زي محمد هاني واحمد نبيل كوكا واكرم توفيق، وخدتهم عافيه عشان تكسب ود جماهير الاهلي. والنتيجه ايه؟ محدش طايقك في الاهلي. لازم تعمل الصح يا حسام يا حسن، وما تعملش توازنات وتحاول تراضي طرف على حساب طرف، غلط. وادي النتيجه في الاخر انت مبسوط، كله مقلوب عليك دلوقتي. ولو اتغلبت ماتش ولا ماتشين كمان هتروح. لازم تبقى انت فاهم كده، ماتش او اتنين كمان هتروح، ومحدش هيقف في صفك، لا اهلاويه ولا زملكاويه. طب الصح ايه؟ صح انك تختار لعيبه مظبوطه، اللعيبه كويسه، اللعيبه اللي تستحق المنتخب. يعني انت النهارده مختار محمد هاني، ومحمد هاني ده لعيب دولي يستحق يبقى موجود في مكانه في المنتخب. عندك عمر كمال عبد الواحد، وعندك عمر جابر، الاثنين لعيبه، واحد في الاهلي وواحد في الزمالك، دول افضل 100 مره محمد هاني. عندك اسامه جلال افضل من رامي ربيعه. وسط الملعب ليه ما تاخدش دونجا في وسط الملعب؟ ديك شايف امام عاشور وقع، نص الملعب راح. الهجوم امبارح جاي تقول ان انا مع رجوع امام عاشور وزيزو الوضع هيتغير. طب ومحمد صلاح برضه انت معاند في محمد صلاح، انت خبطت، انت اللي بدأت وانت خبطت في محمد صلاح، وانت قلت كلام ما ينفعش يتقال. الحد الادنى انك تروح تقعد معاه. انت بقى شايف الموضوع عند ومتكبر، خلاص بقى خلي بقى المنتخب يلعب بقى من غير محمد صلاح، وفي الاخر كله خسران وانت خسران. اختار صح، حل مشاكلك مع صلاح، ولم جماهير الكرة حواليك، ما تلمش جمهور وتسيب جمهور.